Okay, we're gonna speak in English. This is your second trip with Bikers Corner or the third trip with Bikers Corner? Second trip. Second trip. Yeah. The first trip where it was? Here. It was here. Third trip, sorry. First trip was in Amsterdam. First trip was in Muscat. Muscat. And second trip was in Europe Yeah. in 2020, 19. And this is the third trip. Yeah. Okay. Why you register again? I mean, since you came here before, why you register again for this trip? I was blackmailed to come here. They forced me, my friend. They said you have to come. No, I wouldn't miss this trip forever. It's a wonderful trip. I've done it before. I've seen so much. The bikes are wonderful. This place is wonderful. I love the scenery, the rides, etc. It's an experience you must get. Alright. السلام عليكم متابعين بايكرز كورنر. احنا من امام فندق الهوليدي ان في ميونخ، والامور طيبة ان شاء الله. بكرة تبتدي رحلتنا باذن الله مع كويت شابتر الى فكرسي، ومن ثم تبتدي الرحلة الى اوروبا، المانيا، النمسا، ايطاليا وسويسرا. الشباب جالسين هني، وعندنا تقريبا اثنين من الشباب دراجاتهم جايين. الاخ عبد الله الرقم الكويتي رود جلايد الترا، والاخ سعد الهيريتيج. ما شاء الله. خلكم معنا بكره وشوفونا حق الفيديوهات ان شاء الله. صبحك الله بالخير فيصل. صبحك الله بالنور. كيف الحال؟ هلا. دعنا نبدا عن عددكم والجهه اللي رايحينها، عن الرحله كامل. والله احنا تقريبا 13 واحد جايين من الكويت، وان شاء الله متجهين الى النمسا. كان اليوم صراحه جيد، جو عجيب، يعني احسن شيء ممكن يكون حق رايحين. اشوف هذه المشاركه الرقم الثالثه او الرابعه لكم مع بايكرز كورنر في رحله اوروبا بالاخص. صح. سؤال، ليش ما قاعد تغيرون الوجهه وعلى طول يعني فوكس على اوروبا قاعد تسوون؟ والله اوروبا فيها كل اللي تبي، يعني كبايكر تبي شوارع نظيفه، تبي اماكن حلوه، تشالنجينج شويه، كيرفات، تبي باسات، تبي اكل زين، تبي فنادق حلوه، فجيده يعني. وكذلك في نفس الوقت في ايفنتات حلوه، يعني احنا هالرحله ناويين ان شاء الله نروح الفكرسي ايفنت، تجمع الهارليات، تجمع البايكرز في اوروبا. شيء جميل ان الواحد يروح يشوف ياخذ اكسبيرينس جديد. يعطينا العافيه. تعطينا عن كم سنه تسوق دراجه فيصل؟ انا صار لي تقريبا 15 سنه الى 16 سنه. ما شاء الله. نون ستوب. نون ستوب. هارد كور رايدر. هارد كور رايدر. مستمرين ان شاء الله. الله يعطينا الصحه نكمل فيه. يعطيك العافيه. مشكور.
جميل 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 جميل. احنا على قمة كابرون، خلنا نشوف جميل شنو قال عن المكان. Fucking amazing. One of the best fucking places I've been. Amazing. Truly amazing. The road ride up there was like a meter by meter. We met tractors, cows, cars. It was fucking amazing. Thank you. احنا على قمة جبل كابرون، على القمة. طبعا الاشخاص اللي جايين معاي سابقا هنا يعرفون المكان زين، المكان خيالي. بس للاسف الكوفي شوب لهني ايام الاثنين والثلاثة مغلق، فاليوم للاسف مغلق، بس مجرد مع الشباب يشوفون المكان، ومرة ثانية نرجع تحت ان شاء الله للفندق. واليوم ساكنين في كابرون. كالعادة نجي عند كروزكنر باس.
قبل ساعة عند المحطة قاعد أقول شنو طاف علينا ما تدري ما انتبه. طبعا عندنا الاخ جميل يحط الميك اب، لازم يحط الميك اب قبل الطلعه. عاش حسين والله عاش. حبيب حبيب. هلا 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 الشيخ. هلا هلا بالزين. شنك جاي من قبل هني؟ وحسين جاي من قبل. احلى متعة. حبيب 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 حبيب. وحسين هنا هنيك درجة حرارة -7. صحيح. -7 هنا هني برا. صحيح. اي والله. اي تعال 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 شوف منظر. يا احد يفوت المنظر هني. تعالوا احلى منظر. تعالوا مني. اي البحيرة. وش مكان. اي ما من كبرون. اي لما نروح مرينا الكبرون بس ترينا ردينا هني. هذه تصوير فيديو. شلون؟ نعم. عشان بعد شوي تنزل. نعم مو ايش بعد شوي. هذا حق الفيديو الكبير. مع ميوزك. نغير الالوان بعد. نعم. نغمج الالوان. هيثم عجبني ما قلت لك سلام بعد ما عاد ما تعرف سوي اللي تبي. يا عيني على السيجار. سيجار في اليد وسيجار. ليش كذي بعد؟ ليش كذي؟
حاليا موجودين في فكرسي الايفنت. ما شاء الله محل كبير، والايفنت يكون من تاريخ 5 الى 10 سبتمبر. هذه الايفنت كل سنة ما شاء الله كبير كبير، منها دراجات، منها اكسسوارز، كلوثينج، وايد امور الواحد ممكن يشتريها واسعار رخيصة. شلون الايفنت رائد؟ من كل انواع التيشيرتات والجاكيتس والهلمتس وكل شيء. هم 120 سنة من هارلي ديفيدسون حاليا في فكرسي. هذه انواع الدراجات اللي سووها خلال 120 سنة تقريبا. شوفوا هذه الدراجة 1915. هذه بعد 1915. عقب شوي تطوروا 1932.
حاليا موجودين في إيطاليا مدينة بادية، والفندق اللي دائما نسكن فيه والمفضل عندي هذا الفندق إن شاء الله. يمكن الأشخاص سابقين اللي حضروا رحلات بايكرز كورنر يتذكرون الفندق هذا. فاليوم وصلنا مع هوب الكويت، وإن شاء الله بكرة طالعين إلى مدينة ثانية. صدنا ابو عمار، يا هلا، كيف الحال؟ شلونك؟ والله واحد ما يدري ايش يقول لك يا حسين، والله واحد ما يعني عايشين بخيال احنا حبيبي. وهذا فضل الله وفضلك انت جهودك حبيبي. هذه اول رحله لك في اوروبا؟
ولا من قبل جاي بسيكل؟ هاي اول رحله، واكيد السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها ان شاء الله. ان شاء الله. امورك طيبه؟ كل شيء تمام. طبعا ابو عمار جابر علي بابا كويتي ممبرز في الهوك، مشارك رحله اوروبا بسيكله، سيكله حاطه هني ومشارك بسيكله. يعطيك العافيه يا ابو عمار. كل الشكر، عيشنا اجواء خياليه. مشكور يا بس. حبيبي. احنا موجودين في غافيا باس. خلينا نشوف راي عبد الله في غافيا. هلا يا هلا، يعطيك العافيه. متعه، شعور لا يوصف صراحه. اول مره صعده متر ونص، بطل على اليسار الوادي والسيارات نازله. صحيح. اي والله. بعد صاعدين ان شاء الله عقب التلفيو باص ان شاء الله. يعطيك العافيه ابو حسين. امور الحمد لله، سهود ومهود. يلا. Oh my God, my heart was pounding. We reached all the way to the top. really حتى السايد 20 مرة. I need to change my underwear also. It was fucking amazing. الشارع متر ونص، يسارك وادي رفيع. متر ونص وايد، يعني it reached literally one bike could hardly fit there. But it was amazing. Thank you so much for يلا حبيب راويكم المكان الحين من ناحية أخرى. خلنا نشوف لحظة. هلا إبراهيم. هلا ابو حسين. أنت في غافيا. شنو شعورك وأنت تسوق في غافيا؟ صراحة شعور يعني في خوف وفي متعة. إنزين يعني شنو حسيت الفرق عن بقية الباصات؟ لا هني ما شاء الله يكون ضيق، زين ارتفاعات ولفات ضيقة، فلازم يكون متمكن عشان تجيه الباصات. يعني اللي مو متمكن صعب صراحة. فنان يا حسين، انت دائما متعنا والله. حبيبي الله يعطيك العافية. الله يسلمك. حياكم. شو ورهم المناظر مع الوقت. يلا اوه أوه. ارفع ايدك. خليهم فايحين. فوق. الله واحد. طبعا هذا الوادي الشارع متر ونص بس صوب وادي، والصوب الثاني جبل. الحين زين في هالمكان في مكان وقفه اوكي، بس تشوفون الشارع قدام هناك والشارع ورا من هناك ترى متر ونص وما في حاجز. لازم تكون جدا متمكن عشان تجيها الرحلات. دائما انا اقول رحلات اوروبا لازم تكون ادفانس، ما تكون مبتدئ
عشان تبتدي رحلتك وتستمتع في الكيرفات وفي الأماكن الحلوة. احنا حاليا على قمة غافيا باس. المكان روعة، في كوفي شوب، جايين قهوة. طبعا هذا ابو سعيد. هلا ابو سعيد. هلا هلا والله. الثلج اللي موجود على بعض الجبال في غافيا.
omzum yükle doldu ama bende vazgeçmek yoktu. Bitmedi, bitmedi, bitirmedim. Ben özel değilim ya da öyle bir şey ama sen varken hep böyle hissettim, böyle hissettim. Yanan her şey gülme olmalı, bunu sen de hatırlarsın da artık böyle hissettim. السلام عليكم متابعين بايكرز كورنر. حاليا احنا في ستيل فيو باس، وهذه واحدة من الباصات اللي عبرناها. وخلنا ناخذ راي ابو احمد. والله صبحك الله بالخير. صباح الورد. والله صراحة شيء عجيب، ولكن للأمانة شيء يعني فيه متعة وخوف وفي يعني يشجع غصب انك ماكو حل ثاني. تخلص يعني تخلص. انت الحين طلعت جافيا ويا ستيلفيا، شنو حسيت فرق بينهم؟ الأولى ضيق اللي خطورة. جافيا اي بس أقصر من الثانية هذه اللي هي ستيلفيا. السلفية طويلة والكيرفات حادة جدا. يعني بمناسبة اليوم إجازة بعد عندهم، يعني مليون سيكل يمر عليك، يعني باللفة الواحدة ممكن 5 سياكل ما بعد قاعد يلفون، فهذه الريسك العالي شوي فيها. لكن للأمانة الحمد لله القايد 100 وقادنا إلى بر. لا لا مطلوب بالله.
هلا بالشيخ. يا هلا، صباحك شو الله اخبار؟ بالخير. صباحك الله بالنور. يسلمك. اشوفك انت واحد من الشباب اللي جايب دراجتك كويت. الكويت. من الكويت. إيه. ايش كثر صار لك جايبه؟ جايبه من شهر 5. من شهر 5. شحنتها بالطياره لفرانكفورت اي المخزن هناك. كل مره نيتور نرجع عند ستيفن. عند ستيفن. اوكي. إيه. ومتى بترد الكويت؟ بعد هالرحله ان شاء الله على يطلع طول. بشهر 10. طبعا عبد الله عنده رود جلايد ليميتد سي في او موديل 22 ما شاء الله البرتقالي وجايبه. هذه رحله ثانيه يطلع معنا اوروبا. بعد تشرف حبيب ان شاء الله مو الاخيره. ان شاء الله. يعطيك العافيه مبسوط. حبيبي مكان جميل. وقفنا عند بحر ملوجة. الحين رايحين الى منطقه ثانيه.
حسين طلعنا بطريق يعني صراحه خلانا جي اس وهارلي، يعني ادمجهم مع بعض شو يصير؟ يا سلام عليك يا مسي. بس صراحه طريق روعه. انت شلون تدل الطرق هذه؟ لانك وايد جاي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ما خفت في الاوفرود والله انا فوق شوف الجبل خايف كنت لأن شويه. انا وياي يكون اخاف رادف ولا شيء، اي فكنت اخاف. حلو. بس الحمد لله امور طيبه. مسافه كيلو تقريبا كان، مسافه كيلو بس امورك طيبه. الحمد لله. هلا بالشيخ، كيف الحال؟ شباب انا الليله شكلي بتعشى ببلاش، لان في اجريمنت صار بيني وبين فيصل عن كوع في ما بين سويسرا وايطاليا. انا قلت له طفناه لان الشارع مسكر ويقول لي قدام. فالكوع عطنا فكره عن الكوع، عن اللفه هذه. هو الباص يعتبر يعني او ما يعتبر صراحه عمره من عليك اقوى واحد من ناحيه الصعوبه يعني. شو القوي اللي فيه؟ والله كل عوامل الصعوبه فيه، يعني هو نفر وهو لاف ولفه قويه واحراج وسيارات ورجلين، كل ما تبي صعوبه فيه يعني تطلع منه انت تعبان نفسيا. المهم انا الليله بتعشى ببلاش لان طفنا الشارع هذه والشارع مسكوك. انا قلت قدام
السلام عليكم، فيصل والله مع رحلة بايكرز كورنر إلى أوروبا، والشباب الحلوين من كويت شابتر اللي خلوا هذه الرحلة رحلة ممتعة يعني بآخر درجة. نشكر شباب بايكر كورنر هيثم ويا علي على هذا التنظيم الرائع صراحة. كم يوم أخذنا تقريبا 9 أيام، لكن مروا كأنهم 9 ساعات، وكلنا صراحة استمتعنا. رايدات جميلة، أجواء ولا أجمل، فنادق حلوة، ترتيب جيد، وإن شاء الله نعيدها كل سنة. يعطيك العافية جميعا. معاكم أخوكم سعد الحساوي، أسيستنت دايركتور كويت شابتر. أول شيء أحب أشكر علي فيروز أبو حسين على ما شاء الله التنظيم الرائع هذا. إدارة الجروب جدا ناجحة ما شاء الله، بالمواعيد يعني ما شاء الله، بالتايم، الأماكن ولا شيء. يعني الفكرة كانت الخطة 100% هذه يطبقها ما شاء الله. فأهنيك يا أبو حسين على الإدارة الناجحة هذه، واشكر كل عضو بالكويت شابتر على المشاركة ما شاء الله. جروب ولا أروع صراحة، توفقنا بالسفرة هذه. الجروب جدا رائع الحمد لله، والله يتمم السفرة على خير، والحمد لله يعني باشا راجعين الكويت جدا استمتعنا فيها، وإن شاء الله نكررها برحلات ثانية. بيض الله وجهك يا أبو حسين، مشكور. Jamil Awadi with Bikers Corner and The Hog. I'd like to thank personally every member of the team putting up with me, including Faisal Mawala and the rest of the team. Thank you very much, all of you. And thank you very much, Fayrouz, for a wonderful time spent. Amazing experience, hair-raising experience, including some very good hotels, some crappy hotels, but overall it was a wonderful trip. Thank you very much, Kawaka. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إبراهيم الطراح. طبعا الشكر بالبداية والأخير لك على تنظيمك الجيد الرائع اللي واجهناه بالعشرة أيام اللي طافت كلها، من جميع التنظيم اللي كان من فنادق، من رايدات، من السيفتي العالي اللي أنت يعني مأمن فيه، بحيث أن الجميع ما يتأذى والجميع ما ينضر. كانت رحلة رائعة جدا من العمر، وإن شاء الله تتكرر. وصراحة جروب ما لا أروع منه، يعني الجميع ما شاء الله. كويت هوج يعني ما شاء الله، كل واحد ما تقدر تخير واحد عن الثاني. بارك الله فيك وفي في تنظيماتكم الطيبة هذه، وإن شاء الله نشوفك في رحلات أخرى إن شاء الله. جابر علي بابا. أحب أشكر بايكرز كورنر على هالتنظيم الرائع، واللي برغم صعوبتها سهلها لنا وايد وبسطها لنا بصراحة. استمتعت في الأوقات اللي قضيتها مع الشباب، والشكر موصول لكويت شابتر على تنظيم الرحلة هذه، ومشكور على كل من بذل جهد لمساعدة الآخرين. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم إبراهيم الشاطي. طبعا أشكر بايكرز كورنر على التنظيم الرائع والمجهود اللي يسويه، لأن هذا الشيء طبعا مو شيء سهل الصراحة. كل يوم جدول وبالتايم، وطبعا الحمد لله أن توفقنا بالجو، لأن في أماكن تكون فيها حارة، بس الحمد لله أن توفقنا بالجو، هذا أهم شيء. طبعا هذه الرحلة الثانية لي بايكرز كورنر، وطبعا مع فريق كويت شابتر تنظيم مع بايكرز كورنر، والحمد لله. الله يعطيك العافية يا أبو حسين على المجهود، وطبعا السيفتي هيثم ما قصر، ويعطيكم العافية. السلام عليكم، معكم خالد المهدي من كويت شابتر. أحب أشكر بايكرز كورنر وبالأخص أبو حسين وأبو سعيد، ما قصرتوا صراحة، تنظيم أكثر من رائع. الرحلة وايد كانت حلوة وقوية، استمتعنا، توفقنا بكل شيء صراحة. تنظيم الرايدات كان قوي، الأماكن اللي رحنا لها، الباصات، والشغلات اللي طلعت لنا من بين السطور هذه. أنا الحين أرجع أي أحلى طلعة اللي ما راح تنساها؟ ما راح انساها؟ إيه، دورة عبور الطبيعة اللي سويناها. عطنا نبذة عنها سريع. صراحة طلع لنا طريق أفرود 3 كيلو، ما ندري شنو نهايته ولا ندري وين رايحين إلى المجهول، والشباب ما قصروا، يلا لين طلع لنا شارع، الله رزقنا بشارع ما اظن راح تنسى المكان. لا هذا ما ينسي طبعا، ما ينسي، زي ما تكسرت البايكر. الصراحة شيء مو بالحسبة، بس وايد استمتعنا فيه. مثل ما قلت هذه ذكرى ما راح تنسي، والاماكن اللي رحنا لها صراحة كلها روعة، مو قاصرنا شيء صراحة، ما قصرتوا، تنظيم اكثر من رائع. العموم خذ البايك اللي يبيه،
كل الشباب راضين والجروب ما شاء الله كلهم طيبين والحمد لله. جزاكم الله خير. حبيبي مساكم الله بالخير. خالد المنيس معاكم، وهذه ثالث سنة لي مع علي فيروز أبو حسين. ما شاء الله يعني كل سنة تكون أحلى وأحلى وأحلى، وإن شاء الله ليه السنة الجاية الوعد إن شاء الله نجرب سكوتلندا حق الهارليات، لأن هارلي شابتر ومنها للأعلى أبو حسين، وإن شاء الله تزيد الدول نستمتع بالهارلي أكثر وأكثر. مو البي ام، مو البي ام، الهارلي. ونشوفكم إن شاء الله على خير. ان شاء الله. أنا رائد الشمري من الكويت هوك. أنا هذه بدايتي مع بايكر كورنر سنة 2019. علي الله يعطيك العافية على التنظيم والتطور، ودائما مهتم بالتغيير. السنة لاحظت فعلا فرق عن 2019. التنظيم، الرحلات، الأماكن والفنادق وايد حلوة. الله يعطيك العافية ومنها لعلى يا أبو حسين، والشكر لهيثم وسعيد الحبيب على التصوير والاهتمام بالجروب. الله يعطيك العافية. السلام عليكم، معاكم رود كابتن مشاري المهدي من هوك كويت شابتر. أحيي أبو حسين على الرحلة العجيبة اللي استانسنا فيها. للأمانة أنا قبل أسبوع مسجل بالرحلة صحيح وما قصر، دخلني وياهم. عن الشباب من قبل 6 شهور قاعد ينظمون حق هالرحلة. الصراحة استانست وايد وأشوني ما طوفتها لأنه وايد استمتعت مع الجروب الحلو. ويعطيكم العافية، والشباب ما قصروا طبعا، قالوا كل شيء. وشكر حق هيثم بعد ما قصر السيفتي، ولك طبعا ابو حسين حبيبي، ويعطيكم العافيه. وين اللي فزت عليه الليله بتعشى بلاش؟ وين هذا الباص انا اللي قصدي. شنو هذا الباص الليله ابي اتعشى بمزاجي. شو تقول؟ هذا الباص اللي انا قصدي. الليله انا اتعشى بمزاجي، اغلى مطعم، هذا الباص اغلى مطعم واغلى عشاء. وينك يا ابو ضاري؟ وينك؟ مناسبة المسج القبلي ترى انا فزت عليه. انا اخوي غشيت. اي وهذه اي كفو ستيلفيو. هذا الريال غشني، وانا الليله بتعشى. مشكور. هو يدري انه كان الشارع مسكر وما قال لي. ومشكور ونعم الله عليك مقدما. واغلى مطعم اليوم. شوف ايوه لما كان عرفت شلون؟ هاي فايدة الامتحان. نعم عشان بعد شوي تنزل. نعم مو بعد شوي، هذا حق الفيديو الكبير مع ميوزك نغير الالوان بعد. كفو. نعم نغمج الالوان. هيثم مأدبني، ما قلت لك سلام بعد ما عاد شيء. ما تعرف سوي اللي تبي. يا عيني على السيجار. سيجار في اليد وسيجار. اسكوبار.